ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة هنعمل الرز اللي احنا بنحبه في العزومات، واصلا حتى لو من غير عزومات الرز ده والله لوحده مع سلطة او سلطة زبادي بيبقى حلو جدا، ووجبة حلوة جدا. هنعمل الرز البسمتي بالكبد والقوانص، تحفة واحلى بكتير من اللي بتشتروه من المحلات، وهيبقى بطريقة سهلة جدا. بس تابعوا الفيديو للآخر، وما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك علشان لسه في وصفات كتيرة، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل جديد. وعايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من الناس، فاعملوا لايك وادعمونا علشان نستمر معاكم. ويلا بينا نشوف الوصفة مع بعض. علشان نعمل الرز بتاعنا، أول حاجة عندنا هنحط سمنة. والرز البسمتي بيحب الدهون الكتير علشان يبقى مفلفل وبيلمع معانا، بياخد دهون كتير. تمام. دلوقتي عندنا الكبد والقوانص، احنا مقطعينهم قطع صغيرة ومتبلاهم في بصلاية وحتة يعني بشرة بصلاية صغيرة كده، على نص طماطماية، حاجة تديهم طعم، ومبهرام بفلفل اسود وبهارات بقى مشكلة من عندكم حلوة كده. وهننزل بالقوانص الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا حاطين ده في جنب وده في جنب، وننزل بالقوانص كده الاول. ريحتهم طبعا هايله، ما شاء الله. بعد لما شوحنا القوانص بتاعتنا كويس كده، عندنا ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش بنحط كتير، بنحط حاجه بسيطه، وهنغطيهم ونسيبهم ونهدي النار شويه، ونسيبهم يستووا معانا. بعد ما الميه عندنا اهي نشفت كده بالشكل ده، هننزل بقى بالكبد بتاعتنا. دلوقتي بقى ما شوحنا الكبده، عندنا بقى مكعبين مرق دجاج، وعندنا كاري باودر، وعندنا زيت.
وننزل بقى بالميه السخنه بتاعتنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندنا ملح، ومش هنكتر الملح علشان احنا حاطين مرق الفراخ بيبقى فيه ملح اصلا، فندوق يعني. واول لما يغلي معانا كده هنبتدي ننزل بالرز بتاعنا، رز بسمتي ذهبي مغسول ومنقوع ربع ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزود له ميه طبعا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الميه تبقى اعلى من الرز ب3 سنتي 2 سنتي كده، اكتر من الرز المصري. ونظبط بقى الحياء بتاعه ونغطي عليه. لا، ونغطي عليه لحد ما يغلي ويبتدي يتشرب الميه بتاعته. احنا سايبينه على نار عاليه. ادي الرز بتاعنا اهو. اما يغلي كده بقى ويبتدي يتشرب الميه بتاعته بنهدي عليه النار لحد ما يستوي معانا. ادي الرز بتاعنا بعد ما استوى ما شاء الله. بصوا، واحده من واحده، شايفين عامل ازاي؟ واللون مظبوط وجميل وتحفه. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم. وما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه بسرعه يشترك علشان لسه في وصفات كتيره مع شيف بطوطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.